لو عازمة حماتك واهل جوزك لازم تعملوا لهم الاكلة دي. اشمعنى الاكلة دي؟ لان طاجن البامية هو الاكلة الوحيدة اللي ما بيختلفش عليها 90% من المصريين، وتقريبا معظمنا بيحبها. تعالى اقولك على افضل واحسن طريقة ممكن تعملي بيها طاجن البامية، وعلى طريقة امهاتنا، طريقة تحفة تحفة بجد هتعجبكم. بس قبل ما نبدأ انا معاكم من مطبخ عامر، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وتدعموني باشتراك للقناة. صلوا بينا على النبي. وهنبدأ بأول حاجة، هنحط بقى قطعتين كده أو 3 من الدهنة بتاعة اللحمة في حلة، وهنسيبها علشان تسيح. لو مش بتحبي الدهنة ممكن تحطي ليا، ما بتحبيش الحاجات دي خالص تستخدمي سمن نباتي أو سمن بلدي، ما بتحبيش كل الكلام ده يبقى زيت. ولكن الأفضل علشان تعملي حاجة بطعم وريحة زمان هو السمن البلدي أو الدهنة أو اللي هي زي ما أنا قلت. هنسيبها بقى ان هي يعني تسيح حاجة بسيطة كده، وابدأ انزل باللحمة بتاعتي. ويفضل طبعا ان اللحمة اللي هتعملي بيها طاجن البامية تكون لحمة ضاني، لكن هنا انا مستخدمة لحمة جاموسي عادي. خلاص هنبدأ بقى نحط اللحمة كده علشان تاخد لون حلو قوي، اللي هو يعني اقرب للذهبي شويه. هتقولي لي طب ليه ما سلقناش اللحمه؟ هقولك طاجن الباميه عايزاه يطلع طعمه تحفه، ما تسلقيش اللحمه خالص. اللحمه هيطلع طعمها حلو جدا، والطاجن هيطلع طعمه مختلف تماما عن ان انتي تسلقي اللحمه كده وتستخدمي الشوربه في الطبيخ عامه يعني. خلاص طيب، هنبدأ بقى نديها كام تقليبة كده لغاية زي ما قلنا ان احنا ناخد من اللحمة لون غامق شويتين. مش هنحرقها، ولكن هنغمقها بس علشان الغمقان ده بيدي طعم حلو قوي ولون حلو جدا للصلصة بتاعة البامية. خلاص، انا بقى اهو زي طبعا التصوير مش موضحها قوي، بس هي لونها ذهبي جميل جدا. هبدأ بقى احط بصلتين متوسطين كده متقطعين مكعبات، هنزل بيهم على اللحمة بعد ما خدت لون حلو. هبدأ اقلب بقى كده على نار طبعا يعني متوسطة. مش هغمق البصلاية خالص ولا هديها لون ولا كل الكلام ده. هنبدأ بس نقلبهم لغاية بصوا حتى البصلاية عملت زي كرملة كده مع لون اللحمة. كل الكلام ده بيدي يعني طعم تحفة. هبدأ بقى أشيل قطع اللحمة بتاعتي في طبق على جنب. طبعا الخطوة دي يعني بصوا بقى هتنقل معاك الطاجن في حتة تانية خالص. انا عارفة ان معظمنا عارف طبعا الطرق، ولكن سبحان الله الخطوات في الطبخ بتفرق في الطعم جدا. خلاص الخطوة اللي جاية دي بقى خطوة مختلفة، يمكن مش ناس كتير بتعملها وممكن تستغربوا منها، بس هي هتدي طعم وريحة تحفة للطاجن. شلت قطع اللحمة بتاعتي على جنب، وطبعا انا غاسلة البامية بتاعتي ومقمعاها. بنشيل يعني القمع بتاعها من فوق كده والحتة الصغيرة اللي من تحت، وحطيتها بقى مع البصلاية وحطيت عليها معلقة من الثوم المفروم. وهبدأ اقلبها. هديها لون؟ لا لا خالص، ولا هديها لون ولا اي حاجة، هديها بس تقلبتين 3 مع البصلاية اللي مطرح اللحمة، وهحط لها نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة ونص معلقة من الفلفل الاسود. عايزة اقولك الريحة يعني مش هقدر اوصفلك. اديها بقى التقلبتين كده. هتقولي طب وبعدين هنعمل ايه؟ اصبري على رزقك. هنديها التقلبتين وهنرفع البامية دي، معلش كل الكلام ده في حلة واحدة، يعني مش متعب بالنسبة لك. هنرفع بقى البامية بره في طبق لوحدها كده اهو. ما تكسليش انك تعملي الخطوة دي لانها بجد تفرق جدا في الطعم. بتبقى عاملة زي الطواجن اللي بنشتريها من بره بالظبط. ساعات تحس ان في الطواجن كده فيها طعم سبحان الله يعني. خلاص هنبدأ بقى ننزل اللحمة بتاعتنا تاني ونحط عليها عصير الطماطم. وطبعا انت لو مش هتكتري طماطم قوي زوديها مية مغلية كأنك بتسلقي اللحمة عادي جدا، لان طبعا اللحمة عقبال ما تستوي هتكون الطماطم اتسبكت وقصرت منك خالص، فحاولي تزوديها شوية.
يا تزوديها الطماطم تبقى كتيرة، يا اما تزودي مية مغلية. التوابل بتاعتنا فلفل اسود وكزبرة ناشفة ومعلقة من الثوم ومعلقة من السكر عشان الحموضة. وحطيت مكعبين مرقة لحمة، ما عندكيش حطي مرقة دجاج عادي خالص، مش بتقول لا. سيبناهم بقى على نار متوسطة كده، واما تغلي هوطي عليها النار شوية واسيبها بالهداوة كده لغاية ما اللحمة تستوي والصلصة تتسبك والدنيا تبقى تمام. اوعي تنزلي بالبامية الا لما تتأكدي تماما ان اللحمة استوت. لو اللحمة ما استوتش ما ينفعش تحطي البامية عشان ما تتهريش منك، واللحمة هتفضل لسه برضو جامدة. طبعا انا هنا الصلصة عندي بعد ما اتسبكت والكلام ده كله حسيت ان هي قليلة شوية فزودتها مية مغلية. واحنا لسه حاطين الملح دلوقتي. والتركاية الجامدة جدا بقى هو قرن الفلفل الاخضر ده، ولا تفتحيه ولا تقطعيه عشان ما يخليهاش مشطشطة، هو بس مجرد بيدي ريحة وطعم بسيط جدا بس بيفرق. خلاص هات بقى هتسيبيها تغلي غلوتين تلاتة كده لغاية ما تتأكدي ان البامية استوت وكله بقى تمام. تقدري هنا بقى تاكليها، ولكن احنا مش هنوقف عند كده. اي طاجن فخار عندك بقى جميل كده، فضي فيه كمية البامية بتاعتك ومعلقة سمنة بلدي على الوش ودخليها الفرن. وما اقولكيش بقى على الريحة والطعم بجد لا يقاوم. ما تنسونيش من دعوة حلوة، وقولولي بتتابعوني منين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.